نقول لكم واحد الحاجه برك. في 2014 سمعوا هذه القصه برك، يعني للجماعه اللي راه هابط لها المورال. سمعوا هذه القصه. في 2014 واحد الطالب ذاك الوقت 2013 2014 انطلق الاستاذ نور الدين في عالم اليوتيوب. يعني بديت ننشط في عالم اليوتيوب ونسجل في فيديوهات راني شافي. كاين واحد الطالب راني شافي كان هذاك الوقت ما كانش الماسنجر، كان سكايب، يعني كي تحب تحدث مع واحد في فيديو ولا هضر معاه في السكايب. واحد الطالب من اول الناس اللي كانوا يتبعوا الاستاذ نور الدين. سمعوا القصه يعني بدوا منها العبره برك. الطالب هذا يوميا فاتح السكايب، يعني الضوء الخضراء دائما شاعله. انا نحط لي فيديو بصح جامي سقساني، تواصل معايا النهار الاول: يا استاذ شكرا راك جبت لنا حاجه مليحه في اليوتيوب باه نستفادوا في بيوتنا وكذا. راني شافي كنت في واحد السطح هكذا قاعد في البيت، كنت نسجل فيه لي فيديو ذاك المكان تاع واحد السيد مخليني يعني نقعد فوق ديك الدار تاعو باش نسجل لي فيديو، بس كنت ضيق في البيت. قلت والله نتواصل معاه. انا شافي عيطت له، اسمه انور اللي راه المدير تاع القناه تاع الاستاذ نور الدين درك، هو راه مدير تاع القناه تاعي سبحان الله، من 2014 راه مازال مدير ومدير تاع الصفحه تاعي في الفيسبوك سبحان الله، شوفوا معايا مليح. قلت له يا وليدي نسقسيك حاجه سمعوها ما؟ قال لي تفضل. قلت له راك تقرا ولا ماش تقرا؟ قال لي والله ما نكذبش عليك يا استاذ، قال لي فقدت الامل في النجاح. قلت له واش من شعبه تقرا؟ قال لي ماتيلام. قال لي انا المعدل تاعي في الرياضيات ما يفوتش 6، ما نكذبش عليك، والمعدل العام تاعي راه فيه 8. قال لي السما باه ننجح فقدت الامل ما نكذبش عليك. قلت له صح نقول لك واحد الكلمه؟ قال لي ايه. قلت له نطرح عليك سؤال واحد، وهذاك السؤال سمعوها الاولاد وسمعوها البنات. قال لي تفضل يا استاذ. قلت له بصح السؤال تاعي حب الصدق. قال لي والله نكون صادق معك. قلت له ماكش في علاقات عاطفيه هذيك تمسخير؟ قال لي والله يا استاذ هذوك الحوايج ما عندي علاقه بهم. كاين دوك اللي يطرح هذا السؤال يقول لك استاذ ليه طرحت له السؤال؟ ان هذوك هما الاشياء اللي يشردوا لك العقل تاعك ويفسدوا لك القلب تاعك ويفسدوا لك التفكير تاعك، كي يعود الانسان داخل في ذاك العالم تاع. قال لي الحمد لله انايا يما غير انا عندها الوليد الذكر الوحيد سما الحمد لله، يعني عطات لي الحنان ما عنديش وقت انا بروح لهذوك التوافي. قال لي انا الحلم تاعي يبداو عندي مواقع في الانترنت وندخل الدراهم من الانترنت وكاع، هذا هو الحلم تاعو تاع هذاك الوقت. شوفوا يا البنات الاولاد، قلت له وليدي لو الحلم تاعك الانفورماتيك لازم في الجامعه تجيب باك تاعك تروح تقرا في الجامعه ودير انفورماتيك تروح بعيد. قال لي والحل يا استاذ؟ قلت له الحل تبع شرا نحطه في اليوتيوب، بالرغم ذاك الوقت لم تتعدى القناه تاعي 350 فيديو ذاك الوقت، دوك راه فيها اكثر من 4500. شوفوا الخير تاع درك الشرا كاين خير. هالي فيديو شوفوا ولادي. قلت له بدا تتبع شافي، قلت له نقص من ليكور، قلت له يخلوا لك تشرد في عقلك غير مع ليكور. ليكور هو استقبال المعلومات برك. قال لي والحل؟ قلت له بدا تقرا. قال لي راني شافي اول فيديو بعثته له، يعني بعث له الرابط تاعي ويسموه مجموعه النقاط في الاعداد المركبه، ذاك الوقت كانت الاعداد المركبه يعني تجي في الباك. شوفوا ولادي وشوفوا بناتي، حط راسه الطفل هذاك. عاود تبعث له واحد اخر ومن بعد قلت له شوف انا ما عنديش وقت باه نبقى نبعث لك، بدا تبع في القناه. صدقوا او لا تصدقوا البنات الولاد، شحال كان باقي للباك؟ 28 يوم للباك، 28 يوم. راني شافي حط راسو نهار اللي حق الباك فوتو النهار الاول الادب وهذوك الصوالح. قلت له واش؟ قال لي الحمد لله هاني فوت الادب راني مليح. ذاك الوقت كنا حاطين واحد الفيديو يسموه اضخم ملخص في الادب العربي، ديجا الاستاذ اللي حطوه مات الله يرحمه، ربي يرحمه ان شاء الله. شوف قال لي والرياضيات؟ قلت له شوف الرياضيات نوصي وليدي حاجه، ما تستعملش المسوده لان ما يكفيكش الوقت، وهذه نصيحه لكم، نهار الرياضيات ما تستعملوش المسوده ما يكفيكمش الوقت. شوفوا ربي سبحانه كي يكتب لك التوفيق وتكون نيتك صادقه ناض على الربعه تاع الصباح صابني حطي الداله راني شافي اسيه. علاش ماشي ديك الداله الطيح هي في الباك عليها 7 نقط ونص وقيل له 8 وزاد ريفيزا؟
المهم من هالعشيه قال لي يا استاذ، كي عاودت عيط له قال لي يا استاذ الله اعلم الباك، اني بديت نشم فيه باه ندي الباك. خرجت الريزلت راني شافي على 10 تاع النهار، عيطت له نسي نسمع الزغاريد. كي سمعت الزغاريد عرفت باللي نجح. قول لي شحال المعدل؟ المعدل تاعو كان، شفتو بالبيلت تاعو بعثوا لي 8.32 معدل العامه، كاتبين له يعيد السنه. قلت له ها مبروك عليك 10. قال لي يا استاذ ما طلع النيفو. كيفاش 10؟ قلت له مبروك عليك 11. قال لي طلع النيفو ماشي 11. قلت له 12. قال لي طلع النيفو ماشي 12. قلت له 13. قال لي زيد طلع النيفو والله ما هي 13. سبحان الله. قلت له شحال؟ قال لي زيد طلع النيفو. قلت له 14. قال لي والله ما هي 14. قلت له شحال؟ قال لي 14 51. في 28 من الباك تحول المعدل من 8 ل 14 51. الرياضيه شحال جاب؟ 18 ونص، من 6 ل 18 ونص، ونجح وراح للجامعه وقرا ودار ماستر وماستر 2 وتخرج وراه بولاده. شوفوا يا جماعه 28 من الباك. حكيت لكم هذه القصه بتدونا فايده عظيمه جدا. ما بالك انتم مازالكم شحال؟ 38 من الباك، يعني يزيدوا لها 10 ايام. يا الشاطرين لو كان تفرحونا. هاني نصحتكم وقلت يعني نصحتوا وراني ننصح فيكم. اعتمدوا على انفسكم في الدار وبعدوا كاع الصوالح التافهين، وان شاء الله يا جماعه تجيبوها في الفيلي.